هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ نبدأ اليوم وياكم بفيديو جديد اللي هو تنظيف الاستقبال وتغييره قبل شهر رمضان الكريم. راح نبدي نشيل الفراش ونشيل البرتات والقماش مال الجدليات كله تغيير جذري، ونريد نصبغها وتغيير الكهربائيات، وإن شاء الله يعجبكم. إذا حبيتوا الفيديو كملوا للنهاية ولا تنسون بلايك والاشتراك. وهنا جيت شلت الفراش كله، ما بقيت اي شي. وهنا كان عندي الفراش مال الاستقبال من بداية الشتاء ما غاسلته لان ما عندي وياه فراش بدال، فراح اشيله كله ونلف ونغسله، بس ما راح اشارككم الغسل لان مو انا وحدة اللي غسلته. وننزل البرتات همين نبدا نغسلهم لان صار اقل الشهر ما غاسلينهم. وهنا لحد ما كمل الاستقبال خليت القماش درده غسله، وبقى شلون صارت فارغة، بس احلى شي التغيير والله. هنا راح اشيل الباقي وراح ابقى شي. هنا كنت عاجنة الصبح وراح اكمل عجين ونرجع للاستقبال. هنا نجي نقطع ونشنق، انتو شو تسمونه؟ احنا نسموه تقطيع نسميه اليوم. شوف سحقات لان اول مرة احكي بصوت وشوية توتر. بعد ما كملنا تقطيع العجين كله راح نخبز. راح اشوفكم داخل التنور. شوفوا الخبز مالي، شنو رأيكم؟ اتمنى تعطون رأيكم بالتعليقات. سهمنا وسهمكم العافية. وهناك اريد اخذ الطباخ لان الصبغ مال الحياطين مال استقبال ما يوقع الا قالوا مي شوية حار يلا يقع، لان هذا الصبغ الالوان نثر فما يقع. كنا نجرب بس شنو والله يشلع القلب. شوفوا تعبنا هواية بصعوبة، يلا راح. هنا بالفرشة يروح بس الثخين يعني الخفيف، فد مرة ما يروح لان الا قالوا ما يحار قلتلكم. وبالشفرات بعض قليل وقع من عنده مو كله. هنا هذا بمي حار وشفرة يلا راح. المهم النتيجة. هنا تعديلات شوية دا نشيلهن، نشيل البلازما بعد ما نظفته كله شوية يعني طلع فارغ ومكانه حلو. ان شاء الله نشارككم النهاية همين. باع ورا البلازما ما شكو شنو ضيعت لقيت ورا البلازما. اسمع صوت الدق، يعني اسفين عن الازعاج بس بعدنا دا نشتغل بالاستقبال. الكهربائيات دا نعدل بيها. هنا شلت البلازما وراح اجفل مالتها الحديدة من القاعدة. باعوه. هنا بالشفرات بديت اوخر بيه بس ما يروح يعني الا خلينا له مي وبستيم همين يلا راح. بس والله كلش تعب. هاي هنا خلينا له مي حار يعني قام الصبغ يموع. بعد شلون قام يطلع بسهولة. هاي بعد ما سويت قليل منه. بس من اخر الصبغ احس راحة نفسية والله. ما اعرف ليش. هنا قعدت ارتاح شوية وبرضاوي قاعد يساعدني مساعدة حماية وبرضاوي كملناها. هنا الظهر لازم شوية نطل نفسنا لان هنا قعدت كلش لان انا ما متريقة وقمت بساعة الشغل ونرجع شغلنا. هنا كنت مسوية شرك من الليل فضامتها بحافظة وقعدت اكل من عنده من الجوع. هنا ورا ما اكلت اشتغلنا شوية ورجعت نمت لان تعبت كلش والله. ورجعنا لقيت عمتي مسوية عشاء الله يعطيها العافية ان شاء الله لان هي كانت صايمة. وهنايا ابو رضاوي وحماية قاعد يجلغون الفوق لان كان ما عندنا سكن فجابوها ورجعنا كملنا. باع الهوسة. هو كله ما يتعب الا هاي النهاية والله شلعت قلبي لان الجص اقولش شو اسمه هذا البرق لزق على القاع لان شلع قلبي. يلا طلع له بالشفرات الحكي يلا طلع.
هو التعب يقرأ ألف والله. هنا قعدت ارتاح شوية بعد ما كملوا هم، اني جيت اوخر هذا الثخين قلل منه شوية لحد ما يكملون فد مرة. حتى صوتي رايح والله لأن تعبانة هواية. هنا بعد ما نظفتها وشلت الثخين فد نوب نجي لوقت العناية، بعد ما كملنا كل شي أحلى شي هي هاي النهاية.